غادي نجاوبوا على التعليق ديال هذا الاخ هذا، حيت بزاف ديال الناس كيقولوا هاد الهضره هذيك كاين غير فرس مصريه طماعه المقاولين فيهم الجشع. اللي بغيت نقول هاد الناس هادو علاش ما تقولش وقيلا انا فاش كاين المشكل، انا ما كنعرفش كيفاش نميز هاد الناس هادو اللي كيخدموا في هذا المجال هذا كيفاش خدامين الناس. كتلقى انه كاينين مثلا 7 ديال الناس ولا 10 ديال الناس خدامين بالمعقول وحالين المحلات ديالهم، ولكن انت كتخليهم كاملين وكتمشي عند داك النصاب. الا ان هاد النصابه هادو هاد المخربقين وهاد الناس هادو اللي كتقول انت، انا كنشوفهم في السوق ضعاف، يعني قليل فاش كيلقى شي واحد دايخ، شي واحد تالف، شي واحد ما فاهمش. بعض الناس ما كيمرقوش كيقلبوا على شي حاجه ما كايناش، وفي الاخير كطيح في الكذوب، كطيح عند النصابه. الناس اللي خدامين بالمعقول راه باين راه ضروري خصو حتى هو الربح ديالو. انت باش تدخل خصك حتى انت تقدم واحد العرض اللي زوين، بيع وشري مع الناس. والخدمات حتى هما بيع وشري مع الناس في الخدمات وفي السلع وفي العقار وفي كل شيء. تفاوض على حقك وما تقلبش على المساعدات ولا تقول هذاك السيد يبنيها ويتصدق عليا ولا هاد الخرافات هذه. وديجا ناقشت هذا الامر هذا، ولا دوك الناس اللي كيقولوا لك بقى نعطيها 2000 درهم من الشهر عوض انني ناخذ القرض من البنك يديرها معايا المقاول. قلنا لكم اي ان المقاول الا بغى ديك 2000 درهم من الشهر راه غادي يكريها، وإلا بغى يتصدق راه عطا الله في العائله ديالو الناس اللي محتاجين ويتعاون معاهم. اما هو داخل السوق باش يربح، انت فاش كتدخل السوق حتى انت كتقاتل باش تلقى باقل ثمن ممكن وتبع المنطق وتبع الناس. انت هي اللي دايخ ما فاهمش، سير مع الناس اللي فاهمين هما غادي يشدوا بيديك، وانت ديك الساعه خدم الدماغ ديالك وتعلم وضرب على راسك. وهذا ما كان في هذا الفيديو هذا، وتحيه لكم جميعا.